السلام عليكم حبابي، مرحبا بكم معايا. بغيت نقدم لكم نحضر انا وياكم هاد الفطائر ديال العصر بالشوكولا، كيجيو رائعين وعجينه اقتصاديه بزاف، واي واحد ممكن يصاوبهم في البيت ديالو. كاين هاد الشكل هذا ديال الحلزون، هانتوما الا بغيتو ديروه هكا كبير، وكاين هاد جاو بحال الشكل ديال ديك الكرواسات الصغيورين اللي كيتباعوا صغيورين هكا واقتصاديين في نفس الوقت. يلا معايا ان شاء الله المطبخ وغادي نشوفوا التحضيرات ديال هاد الفطائر هادو. السلام عليكم حبابي، مرحبا بكم معايا في قناه امينه الركراكيه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير وعلى خير؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله باذن الله غنحضر معكم واحد النوع ديال الفطائر كيجي زوين واقتصادي وفي نفس الوقت غادي يعجب الوليدات الصغار. هذا هو الغرض من هذا الشيء هذا. ما فيه شيء البيض وما فيش بزاف الحاجات تقريبا غاليين، يعني اقتصادي بزاف. عندي هنايا كاس لاروب ديال السكر حبيبات، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، ونص ساشي ديال الخميره، وعندي واحد الفاني الفاني اللي كنعرفوه حبوب. هنايا عندي واحد الكاس ديال الحليب دافي. الكاس هذا ماشي ديال العنبه، اللي كبر منه شويه ديال الريب. هاد الشيء غادي نخلطو دابا مزيان. هاد الخميره وهاد الحليب الدافي غادي نخلطو مزيان، ومن بعد انا معكم غادي نخلطو. ولكن غادي نحيد الصوت ديال الماكينه لان الصوت ديالها ما بغيتكمش تسمعوه لان كيدير صداع بزاف. من الاحسن من بعد نخلط. عندي هنايا واحد الكاس ديال الماء دافي. درت الماء دافي باش هاد الشيء دغيا يتقاد ليا. من بعد ما خلطت هاد الشيء كله غنزيد دابا هاد الكاس ديال الزيت، وغنزيد هنايا عندي 800 غرام ديال الطحين الفورس، الطحين الابيض، وعندي كاس ديال العنبه ديال الفينو ديال الطحين الاصفر، يعني مجموع 800 غرام. وغنزيد الملح على حسب الذوق، ضروري ما كنديرو مليحه. هانتوما بعد ما خلطت لي العجينه، الماكينه العجينه اللي ما بغيتوش ديروها ممكن ديروا القصريه. هانتوما كتبقى بحال هكا، راها ماشي قاصحه وماشي رطبه في نفس الوقت، راها متوسطه. ديروا غير هاد القياس اللي قلت لكم ديال الحليب والماء وكتبقى مزيانه. دائما العجانه كنديروها في المره الاولى كتمشي غير كدور غير بشويه على ما كيتخلط لينا داك العناصر كلها، ومن بعد حتى كيتخلط كلشي وداك الساعه غنزيدو في السرعه ديال الماكينه. دابا بعد ما تخلطت مزيان وصلت للشكل اللي بغيت، غندير شويه الزيت في يديا وغادي نحاول نجمعها. غادي نحيد منها واحد الكره باش غادي نديرها في واحد الشكل اخر. هاد الكره هادي غادي نحطها هنايا وغنخلي هاد الشيء يخمر في هاد غنغطيه هنايا وغنخليه يخمر. العجينه كلها تقريبا غادي نغطيها ونخليها تخمر. وهاد الكره اللي قطعت منها غندير في يديا الزيت وغادي ندير ليها بودره الكاكاو، بغيتها تكون سوداء هكا باش نحاول نزوق بها الفطائر ديالي ان شاء الله اللي غادي نشارك معكم، اللي هما كيجيو اقتصاديين وما فيهمش اي تكلفه، واي واحد ممكن يشكل وينوع فيهم. دابا العجينه بجوج بهم ها هما كيرتاح. بسم الله على بركه الله حبابي. العجينه ديالي بعد ما اختمرت حيدت منها داك الهواء مزيان هكا، ودابا غنشكلها على شكل كويرات وغادي نديرها في البلاطو وغادي نغطيها، نعاود نخليها ترتاح، ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع معكم باش نقادها. نتوما غندير هذا الشكل هذا هكا. اللي بغى يعبر يعبر، انا عندي العبار في يدي مع متولفه ندير المسمن بزاف. القياس شاده في يديا بلا ما نحتاج ندير الميزان هكا حتى نكملها ان شاء الله كلها. وغادي نعاود نغطيها بواحد السلوفان ونخليها ترتاح باش تجيني مزيانه، في تعطيني الطوع في الطراق ان شاء الله.
العجينه بعد ما خمراتها نتوما كتشوفوا وارتاحت. دابا غطيتها، غندوز للطوراق. بعد ما غادي نورقها عاديه بحال الشكل ديال مسمن، على طريقه مسمن. هنايا كندير في سطح العمل كندير الزيت، وكنحاول نورقها مزيان، وكندير الزبده. ضروري الزبده هي اللي كتخليها هشيشه ورطبه هكا. وكندير واحد شويه ديال السميده الرقيقه غير باش تجي مفروقه، وكنصاوبها على الشكل ديال المسمنه العاديه اللي كنديرو يوميا هكا. كنعاود ندير الزبده بيناتهم، لان هاد المعجنات اللي كيصرعهم وهو الزبده والخميره. الا بغيناهم يجيو محلولين ويجيو هشاش خاصنا نديرو فيهم الخميره، ومع ذلك نديرو الزبده هكا حتى نكمل كامل ان شاء الله. بعد ما ورقتهم بجوج الكحله والبيضه، دابا غادي نعاود نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. هنا معكم بسم الله على بركه الله. حبابي دابا غادي نقاد ان شاء الله هاد الفطائر ديالي. هاد مسمنه كنبسطها بحال هكا وهي مربعه، وكنحاول نقطعها على جوج. كنعاود نبسطها مزيان هكا، وكندير ليها الزبده المذوبه، ومن بعد كندير فيها الشوكولاط ما بقاش عندي هاد المرصوات او الحبيبات، غادي ندير هاد الشوكولاط العادي حكيتو بحال هكا، وغادي نحطهم في اللاطه ديالي. وهنايا بقات لي هاد السوداء وهاد البيضه، غادي نبسطهم بجوجهم باش غادي نحاول نشكل الفطائر ديالي. هادوك درتهم كلهم بيضين وبالشوكولاط، وهادو غنديرهم في شكل اخر، نحاول نديكوري وصافي. وهكا غنحاول نقطعهم على جوج طروفه. هذه حتى هي نقطعها على جوج. وهنا غادي نحاول نبسط هذه، وغادي نديرها قد الكحله قد البيضه. نحاول نجيبهم قد قد. وغادي ناخذ واحد الشفره اللي هي ماضيه، وغادي نبقى ندير هاد الخطوط هادو. هنا لقيت اللي ضربت العجينه البيضاء بانت ليا العجينه ديال الشوكولاط لداخل، باش غادي يعطيني داك الشكل ديال التزواق هكا. وغنديرها حلزونه بحال هكا. المهم غير نشكل الشكل واحد اخر على هذا. وحاليا من بعد ما ساليتهم كلهم غادي نغطيهم بواحد البلاستيكه، وغادي نخليهم يخمروا شويه، ومن بعد غادي نطيبهم. ها نتوما معايا حبابي. الفطائر ديالي بعد ما خمروا دهنتهم باصفر البيض وشويه الخل، وهادو درت لهم شويه البافو، وهادو درت لهم الرقائق ديال اللوز. ودابا غندخلهم ان شاء الله للفرن حبابي. وبعد ما خرجتهم من الفرن ها نتوما كنحطهم دائما فوق من هاد الشبكه حتى كيبردوا باش ما يعرقوش من التحت. الا حطيتهم مباشره في الطبسيل كيعرقوا وكيوليو ساردين. من الاحسن كنديرهم في هاد الشبكه هادي. دابا بقى لي ان شاء الله باذن الله غير نقدمهم معكم على بركه الله حبابي. الفطائر ديالنا ها هما وجدوا. يلا ان شاء الله دابا نشوفوا الداخل ديالهم كيف داير. راه هما ساهلين وما كياخذوش منا الوقت بزاف باش كنحضروهم حبابي. الطريقه ديالهم ها نتوما كما كتشوفوا. الا بغيتوا ديروا هذا الحجم هذا كبير كيجي في هذا الشكل هذا، وإلا بغينا في نفس الوقت نديروهم صغار ها نتوما كيجيو غزالين وهشاش. ها نتوما من الداخل شفتوا كيفاش دايرين، سفنجيين ورطبين، وفي نفس الوقت راهم بنان وكيحبوهم الوليدات الصغار. هذا علاش بغيت نشاركهم معكم. ما كياخذوش لينا بزاف الوقت. فاش كنفيقوا في الصباح تقريبا كنبغيو نعجنوا نصاوبوا الفطور ديالنا، ممكن هادو نحضروهم كنخليهم يخمروا. على ما ترجعوا كنلقاو العجينه تقادت كنعاودوا نورقوهم. وملي كنطيبوا الخبز الغدا راه حنا كنرميوهم في الفران. وحنا خدينا جوج ديال الحاجات في واحد الوقت اللي هو قصير.